تخيل لو رحت ماكدونالدز وطلبت الاوردر بتاعك وبدل ما يجيلك الساندوتش جالك 5000 جنيه. يا ابن المحظوظه. اهو الموقف ده حصل مع شاب امريكي، راح طلب الاوردر بتاعه، بيفتح الاوردر بتاعه في العربيه لقى $5000. What's in this bag? Their fucking deposit. What the fuck? تفتكروا عمل ايه؟ على حسب ما قال فهو كان محتاج المبلغ ده، بس هو قرر ان هو يرجع الفلوس دي لماكدونالدز، ووثق ده على فيديو حطه عنده على التيك توك. تخيل بقى رد فعل ماكدونالدز، احضان وعياط كتير. They were just all hugging me and thanking me and crying. ما ياكلش عيش الكلام ده. طبعا كلكم مستنيين عملوا الولد ايه. ماكدونالدز كافئ الولد ده ان هو اداله فري ماك لمده شهر. المهم واضح ان هم فكروا في الموضوع، كلموا الولد وهو راجع وقالوا له ارجع عايزين نديك مكافأة مادية، فرجع قاموا مكرمشين له $200. When I was driving away, they called me back in to give me $200. رجل صالح $200 ولا مش صالح ب5